السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ شايفين طبعا صوابع عبودي بيقول لكم اعملوا لايك 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 اهي. النهارده معانا وصفة جميلة قوي والناس كلها بتحبها. معانا الكوارع وهنعمل ان شاء الله ورق عنب بالكوارع، كل الناس بتحبه ومفيش حد طبعا بيعترض عليه. بس احنا هنقسم الكوارع نصين، نص هنعمله مع ورق العنب والنص التاني هنعمله زي طاجن كده بالبصل عشان الاستاذ خليفه بيحبه بالبصل. هنقول لكم بقى وعبودي نقول لكم بقى على مقاديرنا، يلا بسرعه عشان ما نضيعش وقت. الفيديو لسه قدامنا حاجات كتير. احنا غسلنا الكوارع غسله نظيفه وظبطناها، ست الكل حطيتها وعلقت عليها من الصبح على بال احنا ما خلصنا. حطينا البصل واللوري والحبهان ونص معلقه بابريكا ورشه بهارات لحمه عشان تعمل ريحه في الشوربه، والثوم والبصل. تمام كده حلو قوي. هنوريكم بقى ايه مقادير المحشي. معانا الصلصه اهي، ماما كانت مفرزاها سايباها تتسبك، وبعد كده هتحط عليها بقى معجون الطماطم واوريكم بقيه حاجه. وادي حاجه المحشي اهي. معانا الخضره برده ماما مفرزاها، وهنبقى نقول لكم برده على طريقه التفريز وتبقى تطلع تحفه كانها فريش وطازه كده. بس هو انت حطوا لايك كده كتير 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 عشان انا برضه احط لايك على الفيديوهات، عشان انتوا فاكرين فيديوهات القرد اللي انا كنت بعملها. ان شاء الله يحطوا لايك يا عبودي. معانا الرز ده اهي الخلطه، ومعانا البصل المتقطع وورق العنب برضو ده ماما مفرزاه في التلاجة. هنعمل برضو بعد كده فيديو عن التفريزات اللي هتنفع لرمضان والتفريزات الشتويه. ومعانا البصل عشان الطاجن بتاع الكوارع، وادي شويه كرنب كانوا عند ماما برضو طلعتهم. اوعي ترمي حاجه، اي حاجه في البيت فيها خير خليها، هتنفع معاكي في اي وصفه، محدش دلوقتي يرمي اي حاجه. ومعانا البهارات ملح وفلفل ورشه بابريكا ورشه شطه ومعلقه بهارات محشي. خليكم معانا، هنلف اللفه بسرعه بتاعه الحله واوريها لكم على طول. ما تنسوش تدعوا لاهلنا في غزه، ربنا ينصرهم ان شاء الله نصر عزيز مقتدر، يرفع عنهم البلاء. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويلا بينا نكمل وصفتنا. كده نكون شطبنا كده بقى ايه ورق العنب كله خلصناه، وهنبدا بقى نبدا في الكرنب. وهنوريكم دلوقتي حله الورق العنب وهي بتتجهز كلها اهي. ايدين ست الكل دي هي اللي شغاله. عبودي متنسيش يعملوا ايه؟ لايك وسبسكرايب زي ما شفتوا كده اهو، عشان اوريكم الاضاءه بس. حله الخلطه اهي بتخلص، وماما ايه بتفنش في ورق العنب اهو. ونقول اللهم بارك وربنا يجعل الخير عندنا وعندكم يا رب وفي الزياده ان شاء الله. هنخلص الوصفه ونحط ورق العنب على النار ونحط له من شوربه الكوارع نسقيه بيها ونظبط الدنيا ونوريكم. ما تنسوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الحلوه خلصت والكوارع استوت ودخلناها كمان الفرن، وورق العنب والملوخيه اللي زي الفل بالطشه. طبعا في اللي ما بياكلش كوارع حطينا له فراخ اهي. يا رب وصفتنا النهارده تكون عجبتكم، وتعملوا لايك 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 لعبودي عشان عبودي فرحان ومبسوط. اخدت الوش الحلو اهي واتحلوقت واتحمرت مع البصل والبهارات. يا رب وصفتنا للنهارده تكون عجبتكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وتصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والختام السلام والسلام عليكم ورحمه الله.